صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يوم سعيد ان شاء الله علينا. صباح كل حاجه حلوه ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الاول. احنا النهارده هنعمل حاجه جميله خالص وعيلتنا كلها بتحبها. يعني بصوا مش هقول لكم، هنعمل العزيزيه باللبن وبالمكرونه. حاجه بصوا من الاخر تنفع اكله شتويه واكله صيفيه واي في الصيف ترتب على جالك في الشتاء برضو تدفوا 100 100. اللهم صل على النبي. حطينا زي لتر ميه هو، ورحنا جايبين مج مكرونه ايا كان شكلها، صغيره جلام سباكيتي، لو عندك شعريه برضو. المهم هي كلها ايه زي بعضها كده اهو. نسيبها بقى تغلي شويه، تغلي شويه اهو تستوي كده. احنا عايزين المكرونه تنهري، مش تكون ظاهره خالص خالص ولا يبقى لها اي معالم خالص. نسيبها كده تستوي ونرجع لكم تاني. يبقى كده بسم الله ما شاء الله استوت زي ما انتم شايفين. بصوا طريه جدا يعني. بصوا لو قادره اهريها مش عاد. بصوا طريه خالص اهي، عشان تبقى كده ناعمه كده وكريميه كده جميله، ومش يبقى ايه لها اي منظر ان هي مكرونه خالص. يلا بقى نطفي عليها كده بالميه بتاعه النشا بتاعتها دي. طفينا كده عليها، نسيبها لما تبرد خالص ونحطها في الخلاط ونشوف مع بعض هنعمل ايه. يبقى بسم الله ما شاء الله معانا بردت اهي. شايفين مستويه ازاي وكلها نشا اهي. نروح بقى نازلين بالخلاط كده فيها اهي زي ما انتم شايفين اهو. ونروح جايبين معانا لتر لبن اهو، ونحط نصه بس اهو، هنحط نصه. ونروح جايبين معانا 4 معالق ونروح جايبين معانا 4 معالق سكر اهو. والسكر حسب الرغبه، تحب الحاجه مسكره ادي 2، معانا 3، ادي 4 سكر ابيض ناعم جميل اهو. ونروح برضو جايبين معانا الايه، معانا معلقه نشا ادي 2، ادي ايه 3. ومعانا برضو نروح جايبين ايه باكو ايه فانيليا كده، الله بيديها ريحه بقى مش هقول لكم عليها. ونروح بقى ضاربين الخليط ده كله في الخلاط، المكرونه مع السكر مع النشا مع الفانيليا. هنوريكم احلى عزيزيه كريميه كده ممتازه، هيعجبكم شكلها خالص. يبقى زي ما انتم شايفين اهو فرمناها فرمه. بصوا شايفين ناعمه جدا اهي. يبقى احنا رفعناها كده على النار اهي، ننزلها كده حلو. ونروح جايبين كميه اللبن اللي فاضت منا اهو. ودايما بقى ايه ايدينا فيها كده نقلب، مش نسيبها خالص. طبعا ضجناها سكرها مظبوط خالص. وبرده وانت بتعمليها لو انت عايزه تضجيها دنكه قلبي فيها كده، مش تسيبيها ولا تروحي في اي مكان علشان الايه، عشان مش تلزق منك المكرونه مع اللبن ممكن تشيط. فعلى طول ايه ايدينا معاها كده لحد ما تحسي بقوامها ان هي تجلب، مش تجلب التبل اللي هو لا، يا دوبها بس تبقبق كده من الجناب كده، تحسي ان هي استوت علشان ريحه النشا مش تبقى فيها ايه زي ريحه الدقيق كده. بسم الله ما شاء الله ريحتها جميله، الفانيليا كده ومخليها ريحتها روعه اهو. كده نقلب كده مع بعض لحد ما نوصل القوام اللي احنا ايه عايزينه. يبقى احنا بنقلب كده مع بعض. نروح برضو جايبين معلقه جوز الهند اهي عشان يتعزز الطعم كده وتخلي فيه جرشه كده وتبقى ايه، وتبقى 100 100 كده متكامله وجميله ما شاء الله زي العسل. بصوا مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. انا نفسي اصلا اعمل العزيزيه دي معاكم من زمان، بس والله يعني هو زي ما تقولوا ايه قله فضا بس اهو ما شاء الله زي العسل. ونروح جايبين معانا برضو معلقه زبده. يبقى نروح جايبين معلقه زبده زي مناسبه كده، ولو عندك برضو وش اللبن يبقى افضل بكتير. وبرضو ايدينا فيها كده مش نسيبها خالص عشان برضو مش تلزق لحد ما نوصل القوام اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه. في الحاله دي يعني نجيب الصينيه بقى بتاعتنا ونروح بقى ايه دهنينها سمنه. برضو لو في زبده يبقى افضل، بس يعني الموجود عندك تعملي عشان مش تحرقي نفسك، تطلع ممتازه وجميله اهو. شايفين زي المهلبيه بالظبط، مش فيها اي طريقه ولا اي حاجه صعبه، بس هي كل حاجه عايزه النيه. ونقوم نعملها كده. في الصيف تبقى جميله تطر على جانبنا، وفي الشتاء بصوا بالله بتبقى اجمل من الصيف. يلا بقى نستنى كده شويه نقلب فيها ونرجع لكم تاني. يبقى خلاص فضلنا فيها نقلب لحد بصوا ما شايفين عدد كريميه كده. بصوا شايفين مش تقيله جوه ولا خفيفه جوه اهي.
خلاص ما هي استوت لما هي بدات تتبجج في النص كده من الاحراق، عشان ريحه النشا زي ما قلنا مش هتكون ظاهره فيها. يبقى نطفي عليها كده كده، خلاص نطفي عليها. يبقى خلاص جبنا معلقه سمنه كده في الصينيه بتاعتنا اللي هي المناسبه دي. بصوا الطقم اللي هو ده بس اللي هي الصغير يعتبر الوسط اهي، هنروح نازلين بيها اهي الحيطه كده عشان ايه هترتفع وبسرعه كده، علشان ايه نجيب المكرونه العزيزيه قبل ما ايه ما تجمد، ونروح نازلين بيها كده اهي على طبعا على سطح متساوي، علشان ايه مش تنعوج ولا اي حاجه، وتبقى حته عاليه وحته ايه واطيه اهو. ما شاء الله زي العسل، ريحتها جميله ممتازه اهي. يبقى كده دبه اتنين كده اهي، نسيبها مع بعض خالص لما تبرد خالص، وبعد كده يبقى في حاجه بسيطه كده نعملها ونحطها في الفرن. يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين؟ اللهم صل على النبي. بصوا اهي جمدت معانا خالص اهي، بسم الله ما شاء الله. مش كنت متوقعه النتيجه دي والله. اللهم صل على النبي. على لو اللي حد بيشوفني ووصل لحد كده يا ريت مش ينسى الاشتراك علشان يوصل لكم اي فيديو انا اعمله. معلش فيديوهاتنا بسيطه على قدنا. يلا صلى على النبي كده. يبقى جبنا معلقه سمنه اهي سمنه او زبده، ويفضل ان هي تبقى زبده، ولو مش عندك برضو عادي. ونروح برضو ايه دهنين وشها كده. شايفين؟ والله انا ما كنت متوقعه الايه المنظر ده اصلا ما شاء الله. يبقى انا لما بعمل اي حلويات بروح بقى ايه اي حبه سيرب او اي عجده او اي شربات حلويات جلاش او كنافه، بروح عيناه في جزازه زي دي كده. فهعوز شويه برضو عشان تكرمل الشكل كده. شايفين؟ زي العسل النحل بالظبط اهي، عشان تدي لون كده اما تستوي. شايفين؟ جامده وجميله خالص اهي. يبقى احنا نكون مسخنين الفرن على درجه حراره هاديه زي 180، ونوطي على قد ما نقدر نتحت بس نطفي او حاجه بسيطه يعني. المهم احنا عايزين المنظر من فوق بس اهو زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. دايما اهو نحطها بقى كده في الفرن تاخد لون من فوق، ونوريكم احلى عزيزيه باللبن والمكرونه لاحلى ناس. يبقى زي ما انتم شايفين اهي دي النتيجه اللي طلعت. بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. ريحتها بصي بروايح ما شاء الله زي العسل. نسيبها كده. بصي هي لسه سخنه يعني سخنه لدرجه مش تتخيليها. نسيبها ساعتين مع بعض كده في التلاجة او بره، مش تلطيها خالص. وبعد كده نقطعها ونوريكم احلى عزيزيه باللبن والمكرونه. طريقه سهله وخفيفه خالص هتعجبكم جدا. بألف هنا وصحه. ونرجع لكم بعد ساعتين او 3 لما تنشف معانا كده ونوريكم ايه العزيزيه. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خرطنا قطعه هي. بسم الله ما شاء الله جميله هي. ايه رايكم؟ احلى عزيزيه لاحلى ناس. بألف هنا وصحه. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم. وبألف هنا وصحه. وزي ما تعودنا طبعا نسيبكم على ايه على لا اله الا الله.